عايزة أقول لِك بقى لو بتعمليها بطريقة غير دي، تبقي بتعمليها غلط. تعالي هنعمل شوية كبدة كده بس إيه، بجد تحفة، سهلين جدًا وبسيطة بس بشوية تريكات كده خفيفة هاقول لِك عليها. سمي بالله وصلّي على الرسول ويالّا نشوف المكونات. في الأول الكبدة بتاعتي جبتها اديتها شطفة تحت الحنفية واديتها رشة من الفلفل الأسود ونُص معلقة من الكزبرة ونُص معلقة من الكمون ونُص معلقة من البابريكا المدخنة. وبعد كده حطيت كمان معلقة من الخل ورشة من الملح، الملح حسب ما انتِ عايزة. وهنحط عصير كمان ليمونة. هنحط الأول الخل، عايزة أقول لكم التتبيلة دي بتوديها في حتة تانية خالص، بتخليها تحفة. هنا هنعصر الليمونة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. كمان بقى هاسيب لِك تطبيق تحت في الكومنتات باجيب كل الأفكار دي من عليه، حلو أوي بدون إنترنت، حمّليه عندِك هينفعِك، هاسيبه لِك في التعليقات تحت عليه أكلات وحلويات ومشروبات بجد تحفة يا بنات. هنا بقى حطيت معلقة من هريسة الشطة ومعلقة من التوم المفروم، عليه شوية كزبرة صغيرين وشوية ملح وشوية كمون، وقلّبتهم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهاسيبهم بقى في التتبيلة دي بتاع مثلًا ربع ساعة مش أكتر من كده. بعد كده بقى هاقول لكم هنعملها إزاي، مهمة جدًا التركة اللي جاية دي، لإن هي اللي هتخلّي الكبدة معاكِ ما تنزّلش السوائل بتاعتها وتبقى زي بتاعة برّه بالضبط. هنجيب بقى الطاسة ونحط فيها شوية زيت كده، ونسيب بقى الزيت ده لمّا يسخن تمامًا. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا يا ريت تثبتي حضورِك بالصلاة على النبي وما تنسيش تعملي لايك وشير، وكمان خشي خدي جولة كده في الصفحة هتلاقي وصفات كتير تعجبِك جدًا. هنا بقى نزلت بقرن فلفل حامي كده اديته بقى تشويحة وحلو أوي بقى بيخلّي ريحة الكبدة مفحفحة، زي بتاعة عربيات الشارع بالضبط كده. المهم لمّا تيجي تنزلي بالكبدة ما تنزليش بيها دفعة واحدة، انزلي بيها واحدة واحدة كده زي ما أنتِ شايفة. أول ما بيشدوا نفسهم بابتدي إن أنا أنزل تاني علشان الطاسة معايا ما تبردش والكبدة تنزّل السوائل بتاعتها وتبقى بتشد معاكِ ومش حلوة. جربي بس أنتِ الطريقة دي كده وأنا متأكدة إنها هتعجبِك جدًا صدقيني. شايفين طريقة سهلة جدًا، جدًا وبسيطة. أول ما بيشدوا نفسهم بابتدي إن أنا أحطهم كده بعيد شوية وأنزل ببقية الكمية، وأول ما بتاخد لون من تحت خفيف بابتدي إن أنا أقلبها زي ما أنتم شايفين. بعد كده بقى بانزل بإيه، قرن فلفل بقى دوا رومي، عايزة بقى تحطي أي حاجة تانية براحتك. وهنديهم تقليبة كده، وبعد كده بقى ممكن نعصر نص ليمونة كمان، أنا باعصر بصراحة باحبها بالليمون بتبقى تحفة مع الفلفل الشطة كده بتبقى خطيرة. جربيها بالطريقة دي أنا متأكدة إن هي هتعجبك. بس كده وبكده نبقى عملنا أحلى كبدة بجد تحفة حلوة وما بتشدش. وجربوا الطريقة دي وتعالوا بعد كده قولوا لي إيه رأيكم فيها. وما تنسوش لو الطريقة عجبتكم تعملوا شير ولايك ومتابعة، وكمان تقولوا لي من أي بلد بتشوفوني. وبس كده خلصنا وصفة النهاردة، باي باي.